لسه شايفه فيديو لمحمد شعبان. متعرفوش هو زي داعيه تمام على السوشيال ميديا. المهم ان انا بعد ما عملت الفيديو ريبوست عملت له ان ريبوست. ليه؟ هل عشان كلامه غلط؟ لا، هو كان بيتكلم في ناحيه انه البنات مش احسن حاجه ليها ان هي تشتغل في مكان فيه اختلاط وكذا، عشان ممكن يقارنوا ممكن يقارنوا مثلا لو هي مخطوبه او متجوزه تقارن بين خطيبها وجوزها وبين زميلها في الشغل او المدير بتاعها او كذا. يمكن هو شاف حاجه شبه كده قصاد عينه، ومش هقدر اقول غير عن البنات اللي شبه كده ان هم ضعاف نفوس مثلا، او يعني تصرف مش حلو يعني. بس انا الاول عملت ريبوست عشان كنت فاكره ان هو يتكلم في نقطه تانية، ودي النقطه اللي انا عايزه اتكلم فيها. ايه هي النقطه اللي عايزه اتكلم فيها؟ انا ليه ما بحبش البنات تشتغل في اماكن فيها اختلاط؟ لان الشغل مع الرجاله هي اسوأ حاجه انت هتعمليها في حق نفسك من كل النواحي. من كل النواحي. مهما كنتي كبنت بتقولي جربتي شغل مع الستات ولقيتي الشغل مع الستات وحش، دي نقرة، وانك تشتغلي مع راجل دي نقرة تانية خالص. وتعالوا اقول لكم ليه. اولا، في رجاله اذا كان مديرك او زميلك في الشغل هيحب يمثل عليك، يمكن اللي اتكلم عليه محمد شعبان، انه يمثل عليك ان هو بيتعامل باحسن طريقه ممكنه، وان هو لطيف جدا، ويا بخت البنت اللي في حياته. حبيبه قلبي، عايزه اقول لك على حاجه، ان الراجل المحترم بيبقى بس محترم. فيبقى عندك زميلك في الشغل، زميلي ده بس محترم، يعني ده الفكره اللي هتاخديها عنه، ده محترم وفي حاله. انما المحترم اللي طول الوقت بيحاول يبرز ان هو محترم وان هو كويس، وانك تحسي فجاه كده يا بخت اهله بيه، حبيبه قلبي ده مش محترم. لان الشخص المحترم هو اللي هيحترم نفسه، هيحترم حدوده معاكي، وهيحترم اهل بيته تمام، اذا كان متجوز او خاطب. تاني حاجه، انه للاسف الشديد بيبقى في رجاله اما بيحبوا يشغلوا مثلا بنات عندهم في ايا كان مستوى الشغل اللي انت هتشتغليه. دي بنت اقدر اجي عليها عادي، اقدر انفخ نفسي عليها عادي، ما انا الراجل تزعق. انا في موضوع الزعيق ده انا بقى ضد البنات في النقطه دي. ليه؟ لان في بنات عادي تستحمل المدير بتاعها يزعق لها ويمسح بكرامتها الارض، عادي تستحمل ان المدير بتاعها على اي غلطه يعمل لها حوار وما تقدرش تنطق معاه، وتيجي عند جوزها او خطيبها. انا رافضه الموضوع من كل النواحي، بس تيجي عند جوزها او خطيبها اللي يجي يزعق لها او يجي يعمل لها اي حاجه، لا ما تزعقليش، انا مش انت جايبني من بيت راجل، انت مش عارفه انت جايبني مش جايبني من الشارع عشان تزعقلي وكذا. مع انه انتي في نفس الحال قبل عادي ان المدير بتاعك يكون بيهزقك اما تغلطي غلطه قد كده، عشان انتي كده بتدمري فلوسه وبتدمري سمعه المكان اللي بتشتغلي فيه. بس جوزي زعق لي عبيطه، انا ما عنديش كرامه، فهو اهانه شويه. حاجه كمان جماعه، الرجاله مش كويسين في الشغل. يعني انا شفت على مرمى بصري وعيني نفس الشيء والله انه لو في مدير اشتغل مع راجل بيبقى كويس معاه جدا، حتى لو المدير ده اصلا يعني هو حتى لو هو شخص وحش بس بيتعامل مع راجل ممكن اكون كويس معاه. بس مع بنت انا هبقى وحش معاها، انا هبقى وحش، كان بقى ممكن يتحرش بيكي. دي اسوأ المراحل. يعني انت اكيد مش هتقابل على نفسك انك تكوني موجوده مع بني ادم بيعمل كده. يكون بيوصلك، بيغمزلك، بيحاول دايما كلامكم يبقى فيه ناحيه كده مش لذيذه. وللاسف يمكن انا وواحده من البنات اللي عندهم شويه بطء استيعاب، فكره انه لما حد بيقول لي حاجه ما بستوعبش ان في حاجه غلط غير بعد فتره، لانه انا ببقى بتعامل عادي بسذاجه. فانت لو مضطره تنزلي تشتغلي والمكان اللي انا طولت قوي والمكان اللي انت تشتغلي فيه في راجل، ارجوكي عينك تبقى في وسط راسك. الشغل مع الرجاله حاجه، كنت هقول حاجه مش سهله، حاجه مش سهله وحاجه مش حلوه وحاجه بتوتر. وانا يعني على مدار للاسف الفترات اللي انا نزلت اشتغلت فيها كانت ابأس حاجه في حياتي وكل اللي حواليا على فكره يعني انا ما شفتش بنت، والله ما شفت بنت اصلا بتشتغل مرتاحه، ما شفتش بنت بتشتغل مرتاحه الا لو هي بقى شغفها في شغلها ده، وما شفتش بنت شغاله مع راجل مبسوطه ابدا.